يا جماعه احنا موسم على الابواب. ماشي. شايفين الموسم هيمشي ازاي؟ شايفين مين هيكسب؟ شايفين هل هيبقى قريب زي السنه اللي فاتت وهنفضل لغايه اخر دقيقه، ولا في فرقه هتكسبها بدري؟ عايز اعرف ايه رايكم. انا عايز ابدا بيك يا كابتن. شايف الموسم هيمشي هو طبعا انا قلق جدا على الزمالك للمعطيات اللي انا قلتها لك دي، وخصوصا الاعداد، لان ده هو ده الاساس بتاعك اللي بتبني عليه طول الموسم. حلو. وتبني عليه هتلعب البطولات ازاي. هل ال20 يوم دول هيساعدوك ان انت تبقى واقف على رجلك كويس وتنافس على كل البطولات دي؟ الله اعلم. هم هيمشوا بشعار اللي هو ايه، احنا عملناها في ظروف اوحش. لا بس ما كان الاعداد غير كده يا جماعه. لا يا جماعه، لا، الجانب الفني ده مهم جدا. الجانب الفني مهم جدا ان انا اركز عليه. حلو. الاعداد بتاعي ضروري اركز عليه، مم. لان هو ده اللي هيخليني اكمل. يا اما مم. اكمل يا اما اقع. يا ايوه. اما تبص تلاقي بعد 4 5 ماتشات 3 4 5 لعيبه اساسيين عندك وانت ما عندكش اساسا، مم. واقعين منك ومصابين. ده الخوف. ايوه. طب بعيدا عن الزمالك، اللي شايف الدوري هيروح لصالح الاهلي لا اكتر هو ولا احنا طبعا بيراميدز ولا فرقه ما ثالثه؟ بنقراش الطالع، لكن في معطيات بتبقى باينه. اوكي. يعني في تيم بيستعد، في تيم بيشتري لعيبه، في تيم بيشوف الويك بوينتس بتاعته ايه وبيحاول يحسنها. في تيم بيبقى مجهز نفسه من بدري، في عامل الخطط بتاعته من بدري، حلو. عامل البلاننج بتاعه من بدري، جايب الجهاز بتاعه، جايب مجهز نفسه بشكل قوي قبل ما يبدأ الموسم، عامل معسكره اوكي. ومجهز معسكره وعامل ماتشاته الودية. الكلام ده كله مهم جدا يا جماعة. ايوه. ده ايه، ألف ب تخطيط لفرقة كورة. اوكي. ألف ب ده للأسف إن ده ما حصلش في الزمالك. اوكي. للأسف. طب وباسل، انت شايف الاهلي هيعملها السنه دي، ولا شايف ان سيب هتبقى الاهلي سيب اقرب؟ الاهلي والنبي في حاله. احنا ماشيين كويس وبنحضر بنحضر كويس. يا عم انت مش عارف تتفرج على ماتش. ده انت مين؟ الوديات مش عارف تتفرج عليها. ايوه، ما انا بقول لك ده على فكره، ده بيثبت لك قد ايه زي ما كابتن حلمي بيقول التحضير باين في الاهلي. يعني احنا في انضباط، في التزام. كابتن عموته يعني عامل اجواء كده، والصفقات اللي جايه يعني جايب اللعيبه اللي تمسك التشكيله بتاعته صح، التوظيف بتاعه، الاجنده بتاعت التشكيله بتاعته. هو عايز يحقق حاجه، طريقه لعب، ستايل معين. هو جايب اللعيبه اللي تنفذ ده.